أنا اسمي محمود رضوان، عندي 24 سنة، مدرب مهارات يدوية للأطفال عن طريق الصلصال. بدأت الصلصال من وأنا عندي 3 سنين بلعب زي أي طفل. بعد كده المرحلة اتطورت لما رحت مكتبة بتاعت سوزان مبارك. لعبت بالصلصال بشكل مختلف لغاية ما التقيت بدكتور يعقوب الشروني كاتب قصة الأطفال. بعد كده بقيت بعمل أشكال مع مجلات سمير وعلاء الدين والكلام ده. فطبعا ده كان بالنسبة لي تطور جديد. بعد كده الموضوع اتطور أكتر لما عملت معارض، ففي فنانين كتير كبار هم اللي جم زاروني اكتر فادوني كومنتات اكتر بشكل مختلف. شاركت في 3 سنين ورا بعض في جامعة القاهرة في مسابقة النحت، وخدت المركز الاول في ال3 سنين الحمد لله في النحت. دايما الاشكال اللي بنشكل بيها التمثال بنعمله رسم كروكي الاول على ورقة، بعد كده نبدأ نجسمه. بنرفع الأول مقاساته، بنعمل شخصية معينة للتمثال ويبدأ يتصمم بيه. ده بالنسبة للكاريكاتير العادي خالص. احنا بنشتغل بصلصال اسباني، وفي صلصال الامريكي اللي احنا بنشتغل بيه الانيميشن. التولز اللي احنا بنشتغل بيها بلاستيك عشان خاطر ان هي تكون سيفتي الى حد كبير. نفسي اطور المشروع بان احنا نقدر نعمل ماكيتات كتير نقدر نشتغل عن طريقها نعمل بيها انيميشن، ونفسي ان احنا نقدر نعمل مكان كبير نقدر نعمل فيه اكبر عرض ممكن للتماثيل الصلصال والكاريكاتير بتاعها. نفسي يبقى عندنا مركب بيمشي من اول النيل لاخره، موجود فيه معارض من فنانين بقى نحت سواء رسم سواء باليه، كل انواع الفن اللي موجوده في مصر. الحاجه اللي تخصني انا بقى شخصيا ان انا نفسي اعمل اول فيلم صلصال يتعرض في السينمات، انيميشن صلصال مصري. طبعا ده بالنسبه لي حلم، لان عارف انه محتاج كتير قوي من الخبره ومحتاج كتير من الوقت، محتاج كتير من التكاليف. فطبعا الموضوع زي ده محتاج مني تفكير كتير، فعشان كده انا بحاول اطور الموضوع ده عن طريق السنتر اللي احنا بنعمله دلوقتي.